ويسعدني ان انا اقول لكم ان ده اول طبق في القناه ياخد 10 من 10. اول طبق يعملها الصراحه. السلام عليكم، فيديو جديد بقى لمطعم من المطاعم بتاعه المشاهير. الفتره الاخرانيه في ممثلين ومغنيين ابتدوا يفتحوا مطاعم على اساس ان هو يبقى زي سايد بيزنس كده، يعني ايه، حاجه جانبيه كده. فمطعم النهارده للمطرب مصطفى قمر، ايام كليب منايا ده لما نزل كان عامل شغل رهيب. هو فتح مطعم جديد اسمه كلاسيك روك كوفي. هو موجود في 3 فروع، فرع في التجمع، فرع في زايد، وفرع في الميريلاند. الفرع اللي انا رحته هو بتاع الميريلاند. بالمناسبه يا جماعه الميريلاند قعدتها من جوه بقت تحفه، يعني ما عادش فيها لحد دلوقتي بس ان شاء الله بقعد فيها يعني. فالمكان بتاع النهارده هو ما يعتبرش مطعم، بس هو يعتبر مطعم وكافيه في نفس الوقت. المنيو بتاعه بقى فيه ابيتايزرز، بيتزا، باستا، فيه سندوتشات، فيه مين ديشز، فراخ بقى ولحوم، وتهيألي فيه سي فود برضه، ده غير المشروبات وحاجات تانية كتير. فالنهارده هنشوف ايه الكلام. والله الدنيا هتظبط، هتخيش يعني، ربنا يسهل. انا متفائل. ليه متفائل؟ عشان يعني انا صورت البي رولز والاكل شكله حلو الصراحه. بس عايزين قبل ما نروح هناك نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناه. يلا بينا. طيب خلينا بقى نشيل الكلام ده على جنب كده، ونبدا ايه بحاجه حاجه. نبدا بالابيتايزر. اول حاجه تعالى لي كده. الله، ده شغل جامد ده. دي اسمها هاي واي تو هيل سباكيتي وما بين قوسين سبايسي. دي عباره عن دواير من السباكيتي مع مزيج من الاجبان تقدم مع صوص التشيلي الحار. هو انا لما سالتهم هناك على الموضوع ده قال لي هو حاجه زي الماكن تشيز شويه، لان هي مكرونه وجبنه ماكن تشيز كده، بس هنا بقى بسباكيتي. كان في حاجه نسيت اقول عليها، المطعم مش جايب لا معلقه ولا شوكه ولا مناديل ولا اي حاجه، فما ينفعش بصراحه بالسعر ده ما تجيبليش حتى معلقه وشوكه. طيب احنا ايه، جبنا المعلقه والشوكه. بالمناسبه الاطباق كلها حتى علبه البيتزا ملفوفين بورق استرتش، بس انا شلته يعني. طيب خلينا ايه نمسك كده، هما قطعتين تقال كده، نقسم النص كده. طيب هي مكرونه سباكيتي ومعاها جبنه، وخدوها حطوها في الزيت كده وخلاص. طيب خلينا ندوقها كده. هو اختراع غريب بصراحه بس قشطه يعني. بسم الله. هو الموضوع غريب عليا شويه، يعني اول مره في حياتي ادوق حاجه زي كده، بس حلو قوي. هو جايب معاه صوصين، صوص تشيلي وصوص جبنه، فخلينا نحطها في الجبنه الاول. حلو قوي، صوص الجبنه تحفه. انا قلقان من صوص التشيري ده، بس احنا هندب بالراحه قوي يعني، مش هغطسها كلها يعني، بس انا خفيف خالص. يا نهار، لا غرقت برضه، غرقت شويه. ده سويت شيلي يا جدعان، مش تشيلي اللي هو السبايسي كده. طب لا ده لذيذ جدا، ده مش حراق خالص يعني، مش حراق بجنيه، بس حلوه قوي قوي. هي فكرتها جديده الصراحه بس عجبتني يعني. كنت اول ما شفت المكرونه الاسباجيتي كده مع الجبنه حسيت اللي هو يا جدعان، يعني المكرونه الاسباجيتي في اغلب الاوقات بتتعمل بالصلصه، بس مع الجبنه مع طبقه الفرايد دي حلوه قوي. طبقه الفرايد دي كمان رفيعه خالص، فابيتايزر لطيف بس تقيل مش خفيف يعني. فالكواليتي بتاعت المكونات لحد دلوقتي تمام، سواء صوص السويت شيلي او صوص الجبنه او الجبنه اللي موجوده مع المكرونه، كل ده حلو جدا. هي دي سعرها 95 جنيه شامل الضريبه والخدمه. طبعا حد يجي يقول لي ليه خدمه وانت خدت الاكل في البيت ما اكلتش هناك، هبقى اشرح لكم الموضوع ده في اخر الفيديو. طيب لو هنديله رقم من 10، خلينا متفقين ان احنا هنطلع السعر بره موضوع التقييم ده، يعني السعر ده انا بنتكلم فيه في اخر الفيديو. فده ممكن يديله 9 من 10، يعني فكره حلوه، كواليتي نظيفه، طعم مظبوط، الميكس حلو. فخلينا نخش على اللي بعده عشان شكله هيبقى فيديو تقيل ان شاء الله. نخش بقى على البيتزا. نفتح بقى كده. هو البيتزا شكلها غريب شويه يعني، هقول لكم ليه. البيتزا تحسها من هنا ورمه كده، او فيها حته قبه ما تفهمش فيه ايه. بس انا بعد ما شفت المنظر ده كلمتهم في التليفون، قلت لهم يا جدعان البيتزا فيها حته قبه كده، يعني دي غلطه ولا مقصوده ولا ايه؟ اي لا دي هنا بتبقى حته زي كاليزوني كده وحاشينها جبنه، يعني دي مش غلطه يعني. قال لي البيتزا مش ورمه يعني، قلت له الحمد لله. وبيجي معاها الصوص هنا برضو، متهيألي ده صوص رانش، خليني برضو اتاكد كده. ايوه دي هنا اسمها جومانا بيتزا، دي سعرها 185 جنيه. دي هنا فراخ مع بصل مع فلفل الوان مع جبنه موتزاريلا، وفي رشه زعتر من فوق كده. وده هنا كده صوص الرانش. هل الصوص ده هيبقى زي الصوص بتاع اشهر مطعم بيتزا في مصر، اللي هو اشهر مطعم بيعمل بيتزا؟ ايه ده، هو الصوص مش متغطي ليه كده يا جدعان؟ في ايه؟ هم لفينا بالورقه دي وخلاص، المفروض يبقى ليها غطا. طيب حتى طيب خلينا ناخد سلايس كده. طب هو قطع الفراخ هنا هو مقطعها مكعبات صغيره، والعجينه رفيعه جدا. خلينا ندوق نشوف كده.
مش عارف بصراحه، هي كعجينه كويسه، رفيعه ومستويه كويس، مش العجينه اللي بتلكم دي، كل ده تمام، بس ميكس المكونات مع بعضه مش عارف يعني، مش حاسه قوي قوي. كميه الجبنه الموتزاريلا متوسطه، مش كتير مش قليل، ورشه الزعتر هي خفيفه قوي فمش باينه قوي في الطعم، بس الفراخ هنا مش احسن حاجه يعني، كانت محتاجه ان هي تبقى طريه اكتر من كده. بس طب خلينا نشوف الحته الكاليزوني دي اللي هي المفروض فيها جبنه، ما حاطين فيها جبنه بس برضو خدت حته من الطرف. يا سيدي على الجبنه، يا سيدي يا سيدي يا سيدي. لا هي الحته اللي انا كنت واخدها من الطرف دي يعني هي اللي جبنتها قليله جدا، بس جوه لا مليانه جبنه كميه محترمه. صوص الرانش عندي مشكله مع، مش حلو، مش حلو خالص. البيتزا دي انا محتار فيها، يعني عجينه وتسويه كويسه جدا، مكتوب في المنيو ان البيتزا فيها بصل وفلفل الوان وزيتون، فلفل الوان بس هو اللي موجود، البصل والزيتون مش موجودين، يعني انت بتاكل فراخ مع فلفل وخلاص. البصل والزيتون فعلا كانوا هينطقوا البيتزا حبه حلوين، يعني كانوا هيخلوا طعمها احلى من كده كمان، بس بصراحه كعجينه وتسويه جامده، يعني بالذات الجزء بتاع الكاريزوني ده مع الجبنه رهيب رهيب تحفه، فممكن اديها 6 من 10. بس لو البصل والزيتون كانوا موجودين كان ممكن تاخد 7 من 10، ولو الفراخ كمان كانت اطرى من كده شويه كان ممكن 8 و9 من 10 كمان. ونخش على الطبق اللي بعده وهو طبق تشيكن الفريدو. طيب هي قطع فراخ مشويه مع المكرونه والمشروم وصوص الكريمه، بالمناسبه قطع الفراخ اللي موجوده هنا كتير ففي شغل عالي هنا. دي بقى عامله كام؟ دي عامله 145 جنيه، وحاطط هنا حتت مشروم صغيره قوي. ده كلام لطيف جدا يعني. لا الطبق ده لذيذ يعني، كنت متوقع منه اقل من كده بصراحه، بس لا حلو. الفراخ هنا التتبيله بتاعتها باينه كده وانا باكلها، مش ضعيفه كده، لا تتبيله قويه، وبرده السوا بتاعها مظبوط، المكرونه برده سواها مظبوط مش معجنه خالص. يمكن بس المشروم هنا اللي انا كان نفسي يبقى محطوط قطع اكبر شويه، المشروم حتت صغيره، هو طبعا مش هيبان في الكاميرا، لا بس انا اصور لكم اوريكم برده يعني. بصوا ادي مثلا دي ايه، دي قطعه مشروم كده مثلا، في برده مشروم هنا تاني، هي حتت صغيره قوي بصراحه. وانا يمكن بس هنا مشكلتي مع المشروم ان هو متقطع صغير قوي، فمش باين في الطعم كده وانا باكل في وسط الفراخ والمكرونه وصوص الكريمه والكلام ده كله. صوص الكريمه هنا برضو مش تقيل ومش خفيف، يعني ايه ما بين البنين تمام. فطبق لطيف حلو، كميه فراخ كتير جدا، ادي حته وادي حته تانية وادي تاني اهو، واهي واهي برضو اهي، اهي تاني برضو واهي واهي. طب هل انا دقت تشيكن الفريدو باستا احلى من كده؟ بس يعني اضرب السعر ده مثلا، مش هقول لك في 1.5، لا يمكن اكتر، يعني انا فاكر كانت ب 220 ولا 230، كان رقم غريب كده. والناس اللي متابعين الفيديوهات على القناه يعني في الغالب هيعرفوا التشيكن الفريدو دي كانت من انهي مطعم. ودي هنا ب 145 جنيه، فهي برده مش رخيصه، تعتبر غاليه، بس يعني ككواليتي لا تمام كويسه. المشروم بس هو اللي ما كانش عايز يتقطع صغير قوي كده ويتحط بكميه اكبر، كميه المشروم هنا قليله مش كتير، فدي كده ممكن نديها 7 من 10. باستا لذيذه، كواليتي بتاعتها كويسه، الدنيا تمام شغاله. نخش بقى على اخر طبق معانا وهو المين ديش، اسمه تشيكن هواي. ادي اول طبق. الطبق التاني يعني المفروض المين ديش بيبقى معاه 2 سايد، انا اخترت رز وسوتيه. تاكل الرز بقى بالشوكه زي امينه شلبايه ولا بالمعلقه؟ اكيد بالمعلقه، هاكل الرز بالشوكه. هو رز ابيض خالص كده في وش شعريه، فده بيبقى فعلا حلو جدا، جامد قوي قوي. الخضار السوتيه بقى هنا وحاطط لك بقى قطع مشروم بحالها كده مع الجزر مع الفاصوليا وذره وفاصوليا حمراء وبروكلي، دي بقى بالشوكه. رشه الزعتر اللي عليهم تحفه. لا طبق جامد، قصدي سايد جامد يعني، لسه هنخش في الطبق الرئيسي يعني. طيب الطبق ده هنا سعره 225 جنيه. دي هنا قطع فراخ مشويه مع كريمه مع فلفل الوان مع اناناس، وتاتش الاناناس هنا انا متفائل بيه، والفراخ كمان انا شايف علامه الجريل كده فيها، بص علامه الجريل اهي، بص اهي برضو واهي برضو. خلينا ندوق كده ونشوف ده ايه الحلاوه دي. ايه ده؟ الطبق ده كان فين من اول فيديو؟ ده انا كده ايه، ده انا اكلت بس الفراخ مع الفلفل، لسه باخد لي حته اناناس كده مع الفراخ بقى. برافو، من هنا لبعد بكره. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ طبق ما فيهوش غلطه، الفراخ ريحه الجريل باينه فيها قوي، غير كده الفلفل الوان مع تاتش الاناناس، الاناناس هنا طعمه رهيب رهيب. لا طبق تحفه تحفه، ايه الجمال ده. احنا عايزين ناخد حته اناناس فين؟ ايوه، لا والاناناس هنا حاطينه بكميه كويسه مش قليل خالص.
واصلا الفراخ مع الفلفل مع صوص الكريمه ده تحفه. الاناناس بقى جه على من الموضوع ده قوي، خلى الليفل يعلى جامد. وبرده فلفل الوان هنا مش متقطع حتت رفيعه وطويله، لا متقطع قطع كبيره، فانت حاسس بطعمه. هو كمان متشوح على النار كده، فلا شغل رهيب رهيب. لا حلو، الفيديو قفل قفله محترمه قوي. ويسعدني ان انا اقول لكم ان ده اول طبق في القناه ياخد 10 من 10. اول طبق يعملها الصراحه، يعني اعلى حد تقريبا جاب 9 من 10. 10 من 10 دي ما حصلتش. انا برضو لسه بادئ في موضوع التقييمات بالارقام ده من قريب بصراحه. يعني في حاجات قبل كده برضو كانت جامده. القناه دي احنا بقالنا اهو مع بعض بتاع حوالي 3 سنين يعني، فبرافو من هنا لسنتين قدام. طيب انا شكرت في الطبق كتير قوي، طب احنا خلاص كده خلص. طب خليني اشيل الكلام ده من قدامي واقول لكم ملخص التجربه. طب والله كانت تجربه كويسه. يعني بالنسبه للاسعار، الاسعار بصراحه الفتره دي يعني الدولار برضو كل شويه عمال يزيد، وانا ما بقتش عارف اقول والله يا جماعه الاسعار دي هي كده كويسه ولا غاليه ولا ايه بالظبط. بس مما انا شاك فيه ان الاسعار برضو غاليه مش رخيصه. برضو فاتح في الميرلاند، فمكان زي الميرلاند ده ما اعتقدش ان ايجاره هيبقى ملاليم يعني، لا اكيد هيبقى ايجاره عالي. طب ده بالنسبه للاسعار. بالنسبه بقى للاكل، يعني ايه اكتر حاجه عجبتني النهارده بلا جدال؟ طبعا طبق التشيكن هواي ده تحفه فنيه. يجي من بعديه طبق الابيتايزر كان حلو جدا، ومن بعديه الباستا، وبعد كده البيتزا. بس انا متهيالي موضوع البصل والزيتون ده لو كان محطوط كان هيفرق جدا في طعم البيتزا. اما بالنسبه بقى لموضوع الضريبه والخدمه، لما سالتهم قالوا لي يا فندم انت لو كلت الاكل عندنا او خدته تكاوي هتدفع نفس السعر، يعني الاسعار كلها شامله الضريبه والخدمه في كل الحالات. قلت له طب الكلام ده غريب انا اول مره اشوفه. قال لي لا ده قرار من الدوله جديد وكده ومتطبق على كل الاماكن. فانا عن نفسي بصراحه اول مره اشوفه كان بيعمل كده. يعني دايما انا لو هاخد الاكل تيكاوي المفروض ان انت تشيل لي الخدمه، لان انا ما قعدتش في المكان، يعني تحسب عليا الضريبه بس. فما اعرفش هل ده فعلا قرار متطبق من الدوله جديد ولا هي في اماكن بتحسب الضريبه والخدمه مع بعض، مش عارف. ففي النهايه كان فيديو جامد فيه شويه حاجات محتاجه ان هي تتظبط شويه، بس ككواليتي مكونات نظيفه جدا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش بقى تعمل لايك للفيديو وتشيروه في كل حته. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.